اترحمت من حاجات كتير قوي. اول حاجه طبعا المغص، الترجيع، الانتفاخات، الغازات اللي كانت. مامة كارمن ليها النهارده عندنا مفاجأتين عايزه تقولهم لنا. يلا قولي يا مامة كارمن. اول حاجه ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ كله تمام الله يكرمك. يلا قولي لي باقي المفاجأتين. اول مفاجاه انا بطلت صناعي الحمد ما شاء الله لله. اللهم بارك ما شاء الله. طبعا مع مجهود مع حضرتك مع بابا كارمن. اترحمت من حاجات كتير قوي. اول حاجه طبعا المغص، الترجيع، الانتفاخات، الغازات اللي كانت على طول طبعا بتتعبها هي انت كبيبي. حاسه ان الرضاعه الطبيعي افضل من الصناعي في الاعراض؟ كتير جدا. هي ريحتني انا شخصيا. الحمد لله. تمام. طبعا الحمد لله يعني حسيت ان هي اتحسنت شويه في الارتجاع. الرضاعه الطبيعي بجد والله رحمه لينا احنا. قربي المايك كده قولي الكلمه دي تاني. الرضاعه الطبيعي رحمه لينا احنا بجد. يعني انا كنت بقالي شهرين و3 اسابيع. يعني تستاهل مجهود. تستاهل مجهود، تستاهل تعب الام. طبعا احنا دورنا اللي احنا نتعب عشانهم. فالحمد لله بجد يعني رحمه من عند ربنا ان ده رزق ربنا بيديهولنا. ما ينفعش خالص ان احنا نقطعه خالص. لازم نبقى نعمل مجهود كبير قوي عشان خاطر الطفل ده بجد لازم يستاهل كل مجهود. ما شاء الله ربنا يبارك ربنا يبارك. قولي ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله اللهم لك الحمد.